البرلمانيين والمستشارين المحترمين، السادة رؤساء المصالح الخارجية المحترمين، السادة المنتخبون، السادة الحضور الكريم. في البداية لا يسعنا إلا أن نشكر السيد رئيس الجهة على هذه المبادرة والتي تستحق طاقة التنفيذ. ولكن السيد الرئيس، نحن جميعا حضرنا في تقديم أو في التوقيع على المخطط التنموي للأقاليم الجنوبية في الذكرى الأربعين لمسيرة الخضراء، واللي بطبيعة الحال تضمن مبالغ مالية كبيرة 77 مليار درهم. وحنا السيد الرئيس كنسأل أولا لماذا خصص لجهة الموازنون 11 مليار ديال الدرهم وأخذت الجهتين الاثنتين الحصة الأولى؟ هل هذه الجهة يعني أنها هي لديها مؤهلات تنموية كبيرة بالمقارنة مع الجهات الأخرى، أم نحن المنتخبين والمسؤولين لم نكن في مستوى الدفاع عن جهتنا؟ هذا أولا. ثانيا، أنتم تعرفون إقليم أساس الصعيد وتعرفون الإكراهات الطبيعية وغيرها التي يتأثر بها هذا الإقليم. هذا الإقليم هو من الأقاليم المجاهدة في المملكة، والذي ضحى وأعطى الكثير سكانه للوطن. هذا ليس طبيعة الحال، ما كنجملوش بهذا الشيء، ولكن اللي أعطاه سيكرر. هذا الإقليم هذا قدم شهداء كبار في التاريخ، وقدم شهداء القضية الوطنية ولا زال يقدمها. والدليل على ذلك وحينما نرجع اليوم إلى الإحصاءات المتقاعدين نجد على أنه أكبر إقليم يتوفر على أكبر عدد من المتقاعدين. تقريبا اليوم لدينا 1800 متقاعد، وكل سنة تنضاف 200 متقاعد. إذا نظرنا إلى ما يتقاضاه هذا المتقاعدين نجده يتراوح بين 20 درهم و2000 درهم. فهذا مشكل كبير لدينا وانعكاساته كبيرة على الجانب الاجتماعي في الإقليم. السيد الرئيس، المخطط التنموي للجهة وإعداده كان أولا ينبغي أن أشار الأخ رئيس المجلس الإقليمي أن يؤخذ عن طريق مكتب دراسات لكي تكون الأمور مدققة وتكون علمية بشكل، ثم بعد أن يأتينا مكتب دراسات بخلاصاته نأتي إلى مشاورات أو إلى تقييم ما أتى به. السيد الرئيس، أشرتم في هذا التقرير أو هذا الملخص حول تنمية الجهات إلى أنه هناك أولويات. نحن في إقليم أساس الصعيد لدينا أولوية أكبر من الأولويات، وهي مشكل التشغيل. هذا المشكل هو مشكل كبير لا على مستوى الجهة ولا على مستوى إقليم أساس الصعيد بالدرجة الأولى. وقد أشرت إلى عدد المتقاعدين، وأشير كذلك إلى عدد المجازين وحامل الشواهد من مختلف القطاعات على أنه عدد كبير، وعلى أن مميزات هذا الإقليم لا تسمح بالاشتغال سواء ذاتي أو غيره. ليس في إقليم طنطا أو في إفني. إقليم طنطا الإنسان اللي صغير سيارة في البحر وغادي يجيب الله اقتصاد. إفني كذلك قد ما يمكن حركة اقتصادية. السمك فين يمشي؟ إلا هزيتي باكية كارو ما تقدرش تبيعها، لأن الإكراهات كبيرة وكبيرة جدا. لهذا السيد الرئيس، نحن نؤكد على أولوية التشغيل في هذا الإقليم وامتصاص البطالة، لأن هذا المشكل هو مشكل متغول ومشكل غول سيتهمنا جميعا، لا منتخبين ولا سلطات ولا معنيين ولا فاعلين اقتصاديين. إذا هذا الأمر يجب أن ننظر عليه وأن يكون من أولوياتنا في مخططاتنا التنموية. أشير كذلك أنه السيد الرئيس أنه لم تذكروا في هذه الأولويات الخاصة بإقليم أساس الصعيد هناك مشكل السدود، لأننا في بلدية أسا نعاني من العطش بمفهومه الكبير. نحن في الصيف، سواء في الصيف أو في جميع مواسم السنة. لهذا يجب تشييد السدود، ونحن لدينا رؤية ولدينا تقريبا شبه دراسات لسد بوجير وسد تويز لما له من أهمية، فقد أكد عليه المتدخل السابق. ثم كذلك هناك مشكل استثمارات. هذا الإقليم لا بد من استثمارات خارجية والاستثمار في مجال المعادن أو في مجال السياحة من أجل اجتثاث البطالة ومن أجل تنمية الإقليم. وشكرا لكم والسلام عليكم. شكرا للعضو المحترم